السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الأخوات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هذه الأكلة الصيفية الصراحة اللي كتجي لذيذة بزاف وكتجي كذلك رائعة، اللي هي الخضر معمرة بالكفتة. الصراحة كتجي لذيذة بزاف ويعني أكلة صيفية. كنتمنى الطريقة تعجبكم إن شاء الله، وأكيد غادي تعجبكم. ودابا نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. انا كما كتشوفوا معايا عندي البطاطا، كتاخذوا القياس اللي بغيتو. عندي كذلك البصله، كيمكن لكم تاخذوا البصله الحمراء او البيضاء بحال بحال. عندي القرعه، عندي جوج ديال المطيشه، عندي كاس لاروب ديال الزيت وجوج معالق الزبده، وعندي كذلك الابزار، السكنجبير، الملحه والخرقوم وعود ديال القرفه، يعني القرفه غير عود ماشي مطحونه. ودابا كما كتشوفوا معايا غادي نبدا بالبصله نقطعها هي الاولى. كما كتشوفوا بعد ما قطعت البصله خديت مقله درتها تسخن وضفت لها البصله، وغادي هنا نضيف لها الزيت كما كتشوفوا. يعني كنبدا بالبصله نشحرها شويه حتى كتذوب شويه. هنا كنضيف العطريه كما كتشوفوا، وكنستمر في التحريك حتى كتشحر لي هذيك البصله. نستمر هكا حتى كتطيب البصله شويه. صراحه اكله صيفيه رائعه جدا. كما كتشوفوا بعد ما البصله تحمرات نبدا هنا كنحركها شويه. يعني مازال كتحمر داك العود الخاص كما كتشوفوا معايا. كما كتشوفوا شحرات تقريبا. انا كنضيف الماء، انا كان عندي الماء مغليه من قبل. نخليها كطيب. هنا كنمشي ناخذ الكفته، كتاخذوا القياس اللي بغيتوه، كنضيف لها القزبره ومعدنوس، الملحه، الفلفله الحمراء والكمون، وغادا نخلطها مزيان حتى كتندمج ليا مع هذيك العطريه اللي ضفت ليها. كما كتشوفوا هنا راني خويت البطاطا من الداخل كما كتشوفوا باش غنعمرها. خويت كذلك القرعه، خويت المطيشه. نتوما كديروا الخضر اللي بغيتو. ودابا غادي نبدا نعمر ديك الخضره. هنا بعد ما عمرت البطاطا كما كتشوفوا راني ضفتها على البصله، كنخليها تقريبا واحد 2 دقائق. كنغطي عليها وكنخليها تقريبا واحد 2 دقائق عاد باش كنضيف لها القرعه. هنا عندي فلفله، انا درت غير فلفله وحده، نتوما كيمكن لكم ديروا اكثر. هنا بعد ما شويه طابت البطاطا ضفت لها القرعه لان القرعه هي دغيا كطيب، ومن بعد ضفت الفلفله وضفت كذلك المطيشه وضفت مزيوده ديال الحار اللي كيبغي الحار. والكفته اللي بقات لي عملتها يعني كحريبلات وغنضيفها من الفوق. هنا بقى عندي الزبده كنخليها هي الاخرى. هنا كما كتشوفوا بعد ما طابت الخضار كما عارفين الكفته دغيا كطيب، غادا نضيف الكفته اللي بقات عندي من الفوق كما كتشوفوا، وغادا نضيف عليها كذلك الزبده اللي مازال ما درتهاش. صراحه هذه المقيله كتجي رائعه جدا، اكله كتجي لذيذه بزاف في الصيف. انا كنضيف الزبده كما كتشوفوا صافي، وكنخلي حتى كطيب لي هذيك الكفته. وتقلى لي هذيك لاصوص، يعني ما تبقاش فيها المرق بزاف، نخليها تقلى. وكنتمنى ان شاء الله الطريقه تعجبكم، وبالصحه والراحه. مع السلامه.